وبعد ما شفنا لين قدر بكل قوه يقتل الوحشين، فجاه بيوصل جيش النمر الابيض، وهنا الزعيمه بتتفاجئ وبتقول انتوا مش قلتوا ان في وحشين هنا بيهاجموا الناس والبيوت؟ طب مين اللي قتلهم؟ وليه واحد راسه مسروقه؟ وقتها لين بيقول لنفسه دول من جيش النمر الابيض ومش هينفع اتخانق معاهم او اقف في طريقهم. وقتها الزعيمه بتقول له هو انت اللي قتلت الوحشين؟ فبيبتسم لين وبيقول لها وايه المشكله في كده؟ هي جريمه ولا حاجه؟ هو انت عاوزه تقبضي عليا مش كده؟ في الوقت ده سكان الحي بيجروا على الزعيمه وبيقولوا لها امسكيه، الراجل ده هو السبب في كل اللي بيحصل وهو اللي دمر بيوتنا. فبيحاول لين يفهمهم انه ما عملش اي حاجه، وبيقول بيتهم اتهدد بسبب الوحوش الفضائيه، انما انا ما عملتش حاجه، ده انا لسه مخلص على الوحشين. وقتها الزعيمه بيكون عاجبها قوه لين وبتقول له ايه رايك تنضم لجيش النمر الابيض؟ وبتبدا تعدد له المميزات اللي في الشغلانه، وانهم يوفروا له المكان والاكل والشرب، ومعهم يقدر يقتل وحوش كتير. وقتها فريق النمر الابيض بيقول واضح ان الزعيمه عايزه تضم شباب جديده، دي تالت مره الشهر ده، وبتفضل زعيمه جيش النمر الابيض تغري لين عشان ينضم ليها، لكن لين بيقول لها لا. وفي الوقت ده الست التخينه جاره لين بتفضل تزق الزعيمه على لين عشان تقبض عليه، وبتقول لها يلا بسرعه اقبضي على الشاب ده، هو اللي عمل لنا كل المصايب ودمر بيوتنا. فبتغضب الزعيمه وبتقول لها بطلت تصرخي، انا مش بشتغل تحت ايديكم، غير ان الوحوش اللي دمرت بيتكم واحنا مسؤولين عن قتل الوحوش دي، وكتر خيره اللي خلصكم منها. في اللحظه دي النظام بيبلغ لين ان ست جارته بتبلغ عنه، فياخد مكافاه 500 نقطه شريره. بعد كده زعيمه النمر الابيض بتاخد رجالتها وبتستعد عشان تمشي، وبتقول لين وقت ما تبقى عايز تنضم لجيش النمر الابيض في اي وقت اتصل بيا وسيب لنا الباقي. فبيرد لين وبيقول لها انا دلوقتي شرير، ازاي هنضم لجيش النمر الابيض اللي بيحمي الناس، غير ان انا متعود ان الناس تتهمني بالزور. بيبص للست جارته وبيقول مصممه تحرض الناس عليا عشان كده تستاهل اللي الوحوش عملته في بيتها. فبتفضل الست تعيط وبتقول له ربنا ياخدك، هيجيلك يوم وهتتعاقب على تدمير بيوتنا، وبتفضل تصرخ على بيتها. وفي الوقت ده بنشوف المعلم بيطمن على تشو، وقتها الدكاتره بيقولوا له ان العمليه كانت ناجحه جدا، ورغم ان قوه تشو ما عادتش موجوده بس الغريبه ان بقى اقوى. وهنا المعلم بيقول لتشو من ورا باب الاوضه انا دلوقتي عملت كل اللي اقدر اعمله علشان اساعدك، بعد كده لازم تعتمد على نفسك. بعد كده بنشوف تشو بيتصل بتانج الراجل بتاعه اللي بعته يقتل لين، وهنا تشو بيطمن وبيقول له الدنيا مشيت معاك ازاي؟ فبيبلغه تانج انه ما قدرش يعمل حاجه عشان جيش النمر الابيض. فبيغضب تشو عليه وبيقول له انت مجرد زباله ولا ليك اي لازمه، امال انت بتعمل ايه هناك؟ ليه ما قتلتوش؟ شوف شغلك مظبوط بدل ما ازعلك. وقتها تانج بيغضب وطبعا مش هيقدر يتكلم مع تشو، فبيطلع غضبه على لين وبيقول هنتقم منك واكيد هقتلك. في الوقت ده لين بيرجع المدرسه، وقتها الكل بيتلاشاه وبيبعد عن طريقه، لكن تشانج بيكون مستنيه وقافله قدام الباب ومجهز معاه كام راجل جته علشان يضربوا لين. وقتها لين بيقول له شكلك كده ما اتعلمتش الدرس من قبل كده، خلص عدي من طريقي. فبيقول له تشانج انا مش هسيبك تقرب من سو تاني، ولو فكرت تعملها انا هدمرك بايدي وهمحيك من الوجود. فبيرد لين وبيقول له هي مش معبرك في الجزمه فجاي تشطر عليا؟ انا ما شفتش واحد زيك، انا ما شفتش واحد عاوز ينهي حياته بالشكل ده. فبينده تشانج على رجالته وبيديهم الاشاره عشان يهجموا على لين، فبيقف لهم لين بكل قوه بيستعد بقوه الرعد. فبيضحك تشانج وبيقول له حظك ان جاي مستعد لك قوي، ورجالتي لابسه بدل عزله حتى الكهرباء مش هتاثر فيها، لكن لين ولا بيهمه وبيستعد بقوه علشان يهاجمهم. وبيقول لتشانج واضح انك جيت مستعد بس كل ده ولا حاجه. وهنا رجاله تشانج بيفضلوا يضربوا في لين. في نفس الوقت تشانج بيقول له لو وافقت تركع وتلحس جزمتي دلوقتي هخليهم يسيبوك. في الوقت ده لين بيكون متفاجئ وحاسس ان في حاجه غريبه، وبيقول لنفسه هو ايه اللي بيحصل ده؟ فجاه حسيت بالضغط، يا ترى هي دي القوه العظمى لتشانج؟ اوعى تفكر ابدا انك هتقدر عليا، قوتي هي القمع بالجاذبيه، والرجاله الاربعه دول هيخلصوا عليك. وفعلا بيهاجموا لين وواحد منهم بيمسكه وبيضغط عليه بكل قوه، فبيستخدم لين الهجوم المضاد. وهنا بيقول لنفسه رغم ان الهجوم المضاد ده هيحميني، مع اني هتاذى من الرجاله المعضلين دول، ممكن يخنقوني لو فضلوا ضاغطين عليا. فبيقرر لين يشوف حظه مع النظام يمكن يساعده. فجاه النظام بيبلغه ان في مميزات جديده فاز بيها، وقتها لين بيقول حلو قوي، يا ترى ايه المهاره اللي ممكن ازودها لقوه الرعد عشان يبقى اقوى؟ وهنا واحد من الاربعه الجيتا بيمسك لين، وحسن حظ لين الصفه اللي اخدها هي التحكم في المجال المغناطيسي. فبيفرح لين وبيقول حلو قوي، دلوقتي خليني اعرف الفئران البيضاء اللي ورايا دي تاثير المجال المغناطيسي الجديد بتاعي، وبيستخدم قوته الجديده فبيكهربهم. وقتها الراجل اللي ماسكه بيقول انا ليه حاسس اني مش قادر اتحرك. وفي اللحظه دي تشانج بيقول هو ليه لون كهربة الرعد اللي على جسمه اتغيرت؟ وفجاه لين بيفجر المكان كأن قنبله انفجرت، لدرجه الانفجار بيطير تشانج. فبيتفاجئ تشانج وبيقول هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ انا حاطط خطه مظبوطه. فجاه كل حاجه اتغيرت، وفي اللحظه دي لين بيخرج من بين العربيات اللي اتدمرت على بعضها. وانا بيقول مهاراتي دي قنبله، وبيقول لتشانج انت وشويه الزباله اللي معاك دول هتتظبطوا. فبيخاف تشانج وبيقول له انت هتعمل ايه بالظبط؟ انت
انت نسيت ان احنا زمايل في المدرسه؟ جاي دلوقتي فكروا انهم زمايل، ما هو اللي بدأها. وهنا لين بنظره كلها شر بيمسك زي كرباج متكهرب بقوه الرعد وبيقول له يلا يا حلو خمن ايه اللي عامله معاك. فبيخاف تشانغ، وساعتها بعد ما كان فرد ضلوعه بيترجى لين وبيقول له انا غلطان ارجوك سيبني مش هعمل ليك حاجه تاني. فبيغضب لين وبيخرج كل الغضب اللي جواه وبيجز على اسنانه وبيقول له انت عايزني اسيبك تمشي بعد كل اللي عملته معايا؟ مش كنت شايف نفسك دلوقتي؟ يا ترى لسه مبسوط بنفسك؟ وبيفضل لين يضربه بالكرباج اللي بيلسوعه بقوه الرعد. فبيعيط تشانغ وبيرجع قدام لين وبيقول له ارجوك كفايه ضرب، انا هعمل لك كل اللي انت عايزه مهما كان ايه، اوعدك ان هعمل كل حاجه هتقول عليها. فبيضحك لين ضحكه كلها شر وبيقول له انت قلت مهما كان ايه اللي انا عايزه هتعمله، خليك بقى قد كلمتك. وهنا لين بيقول لنفسه الراجل ده من عيله غنيه فلازم اقلبه على الجنبين قبل ما اسيبه. وهنا بيفتكر انه كان فاز بدائره ذهبيه في اليانصيب قبل كده. فبيتفاجئ تشانغ وبيقول له انت جايب طوق الكلب ده تعمل بيه ايه؟ طب ممكن اختار طريقه عقاب تانية؟ دي مش مناسبه خالص مع حالتي ولا وضعي الاجتماعي، الناس هيفهموني غلط. فبرد لين وبيقول له انت قلت انك هتوافق على اي شرط انا عايزه، شكلك ما اتظبطتش بما فيه الكفايه وعايزني اكمل عليك بالكرباج. فبيصرخ تشانغ وبيقول له كفايه ضرب هعمل اللي انت عايزه، وبيربط الدائره الذهبيه حوالين رقبه تشانغ. فبيفضل تشانغ يتوجع. وقتها لين بيقول لنفسه الدائره الضيقه دي هتظبطه، اقدر اعاقبه على مسافه متر. وهنا البنات زمايلهم بيتفرجوا وبيستغربوا ايه اللي بيحصل، وبيقولوا ازاي واحد زي لين او غيره يعملوا كده مع تشانغ، وبيشوفوا كل اللي عمله لين كتير قوي. وهنا المدرسه كلها بتتفرج على لين وهو قاعد على ظهر تشانغ زي ما يكون راكب حمار وحاطط الطوق حوالين رقبه تشانغ زي الكلب. وهنا تشانغ بيكون جايب اخره وبيقول لنفسه لين دمر حياتي عشان كده انا مش هسيبه ابدا. وفي الوقت ده الكل بيكره لين اكتر، فبيبلغوا النظام ان الكراهيه زادت. في نفس الوقت الشباب بيتكلموا عن لين وكبوتهم انهم مش هينفعوا يلعبوا مع لين لان اللعب معاه اسوأ من اللعب مع الاشرار، والشياطين والعقاب اللي بيعمله لوحده هيوديهم في داهيه. وهنا بتوصل سو فبتتفاجئ باللي بيحصل وبتقول لنفسها ازاي ده ممكن يحصل. وهنا بتغضب وبتقول لين رغم ان تشانغ مزعج بس ازاي تتعامل مع صاحبك في الفصل بالطريقه دي، انت كده بتغلط في المدرسه كلها. وقتها تشانغ بيبلع ريقه وبيفرح ان سو جت عشان تساعده. وهنا بيقول لنفسه هي شايفه ان انا مزعج رغم ان انا بحبها. وقتها لين بيقول لنفسه هي ايه اللي جابها هنا تاني كل شويه تنط لي ولا ايه؟ وبيرد عليها وبيقول لها انا ما عملتش حاجه من نفسي، تشانغ هو اللي طلب ده بنفسه، لو مش مصدقه اساليه. فزي ما يكون تشانغ مكبوت. وهنا بيبدا يصرخ وبيعيط وبيقول لها لا ده اجبرني اعمل كده. فبتغضب سو وبتقول له ازاي بقيت كده؟ فبيرد لين وبيقول لها انا اصلا كده واللي مش عاجبه يبعد عن طريقي وما يقفش قدامي. فبتتفاجئ سو وبيتفاجئ الكل ازاي لين بيعامل اشهر بنت في المدرسه بالطريقه دي وبيكرهوه اكتر وبيتمنوا لو يقدروا يظبطوه. بعد كده بنشوف تشانغ بياخد زي اتاوه من زمايله وماسك واحد من زمايلهم وبيهدده انه لازم يدفع، وبيقول للباقيين انتوا كمان لازم تدفعوا فلوس عشان لين يحميكم. وبياخد الفلوس وبدا يروح للين وبيروح له انا جمعت لك فلوس الحمايه لكل اللي موجودين في القائمه اللي انت كاتبهم يا زعيم. فبيضحك لين وبيقول لنفسه اما بنتقم بحس باحساس حلو اني اخدت حقي، وبيحاول يبقى شرير اكتر. وبيقول لتشانغ انت ليه ما اخدتش من زمايلنا الفقراء؟ فبيرد تشانغ وبيقول له يعني هم الفقراء هيدولنا ايه؟ في الوقت ده زمايلهم بيكونوا متجمعين وعمالين يتكلموا على ان لين بيسيطر عليهم وبيفرض فلوس وان اللي ما يدفعش بينضرب، وبيفكروا انه تشو نفسه ما سلمش من تحت ايده وبيفكروا يتخلصوا منه. وهنا بيشوفوا انهم لو نقوا الوقت المناسب والمكان المناسب والناس اللي هتقدر تقوم بالعمليه دي ساعتها اكيد هيقدروا يتعاملوا معاه. وبيفكروا في كذا فكره. بعد كده بنشوفهم بيتجمعوا حوالين لين في الحمام. وهنا زعيمهم بيقول لين انت دلوقتي في مكان ضيق ومش هتقدر تعمل حيله من الحيل اللي بتعملها زي المره اللي فاتت، ولا هتقدر تهرب المره دي. حتى لو قدرت تهرب تاني لو واحد مننا ادالك لكمه واحده هتقع في الارض. فبيضحك لين وبيقول لهم انتوا اللي هتهربوا مني مش انا اللي ههرب منكم. ههرب ليه؟ مهما كان عدد الزباله اللي موجوده هنا فانتم لسه مجرد كمه من الزباله. فبيغضبوا وبيهجموا عليه. وقتها بحركه واحده من لين بقوه الرعد بتكسر ماسوره الميه، فبيخافوا كلهم وبيقرروا يهربوا. وقتها بيبتسم لين وبيقول لهم خلاص الوقت عدى عشان تهربوا، وبيكهربهم كلهم. وقتها بيترجوه يسيبهم وبيقولوا له سيبنا احنا غلطانين. وفي الوقت ده البنات بيكونوا بره مستغربين اللي بيحصل في حمام الصبيان. ومش بس كده لين بيتصور مع زمايله بعد ما اتكهربوا واتبهدلوا وبنشرها عشان الكل يكرهه اكتر. فبتشوف سوق الصوره وبتتفاجئ وبتقول لين الغبي ازاي بقى كده، انا لازم اتكلم معاه مش ممكن اسمح ليه يكمل بالطريقه دي. بعد كده بنشوف النظام بيبلغ لين ان صوره الحمام انتشرت وخدت 300 نقطه تمرد. وقتها بيوصل له رساله من حد عشان لين يقابله في الغابه ورا الجبل الساعه 8:30 وبيقول له ان عاوز يقابله الليله دي لان في ادله عن قضيه اهله فلازم يديها له شخصيا عشان يثبت براءه اهله. فبيتفاجئ لانه بيقول لنفسه هو الموضوع بالسهوله دي ولا ده ممكن يكون فخ
مهما كان انا لازم اروح اقابل الشخص ده، ولو كان عايز يخدعني هقتله. فيا ترى مين اللي عايز يقابله؟ وهل فعلا في ادله تبرأ اهل لين، ولا دي مجرد خدعه من حد من اعداء لين اللي كتروا؟ ده اللي هنشوفه في الجزء اللي جاي. عاوزك قبل ما تمشي يا صديقي العسل تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتدوس لايك وتشترك في القناه، وان شاء الله اشوفك الجزء اللي جاي.